بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آمين. ازيكم حبايبي في كل مكان؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة إن شاء الله فيديو جديد مع بعضينا عاملين فيه. احنا عندنا النهاردة كمية من القرنبيط زي ما انتم شايفين. أنا سلكتها بالشكل ده، يعني السلجة بتاعتها كويسة، لا هي يعني ناشفة ولا هي ايه ضرية او دايبة خالص في المية المغلية، لا هي كويسة ماسكة نفسيها. انا سلكتها في حلة فيها مية مغلية، فيها معلقة صغيرة كمون ومعلقة صغيرة من الملح لحد ما وصلت للقوام اللي انا عايزة ان هي تكون فيه. زي ما قلت لا دايبة ولا ناشفة زي ما انتم شايفين. هنعمل مع بعضنا النهاردة ان شاء الله قرنبيط مقرمش موفر ولذيذ، ان شاء الله يعجبكم. برضو هنعمل كيكة برتقال سهلة خالص موفرة ولذيذة ان شاء الله. روتين النهاردة يعجبكم او الفيديو بتاعنا يعجبكم. متنسوش لو عجبكم بإذن الله اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، ومتنسوش اللايك حبايب قلبي في الإسلام بالله. متنسوش تصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. احنا هنعمل دلوقتي مع بعض كيكة سهلة خالص بسيطة، نحطها في الفرن. لما تستوي نروح نقلي بقى الكرنبيط المقرمش بتاعنا. مكوناتها من ايه سهلة خالص بسيطة. في الشوب ده بتاع الخلاط اللي معانا انا حطيت فيه ايه كوباية من عصير البرتقال، معلقة صغيرة من بشر البرتقال، نص كوباية سمنة على زيت بخلطهم مع بعض، كوباية سكر، معلقة كبيرة نشا، معلقة كبيرة خل، رشة صغيرة خالص من الملح، 2 عدد بيضة، فانيليا سايلة. ده انا حطيته في شوب الخلاط، وبعد كده انا كلهم خلطتهم مع بعض بيجوا خليط ممتاز بالشكل ده. وهنا في البولة دي حطيت 2 كوباية دقيق فاخر، فينو فاخر درجة اولى. طيب ماشي. وهنا الجانب بتاعنا ده هو اللي انا هصب فيه الكيكة بتاعتنا. انا دهناه مادة دهنية وبعدين حطيت عليه رشة دقيق بدرته بالشكل ده. هناخد الخليط السائل في او مكوناتنا السائلة على مكوناتنا الجافة، هنعجنها مع بعضيها بالمعلقة او هنلفها كويس خالص بالمعلقة لحد ما نوصل القوام المناسب اللي احنا عايزينه للكيك بتاعنا ان شاء الله باذن الله. وبعد كده انا هصبها في الجانب بتاعها، احطها في الفرن على درجة حرارة متوسطة، ولما تستوي انا هوريها لكم ان شاء الله. هنسيبها تستوي في الفرن، على ما تستوي نسوي القرنبيط المقرمش بتاعنا ان شاء الله. احنا حطينا الكيكة بتاعتنا في الفرن، فاضل لها دقايق بسيطة خالص وتستوي، وبعدين نطلعها ونوريها لكم ان شاء الله. تطلع روعة بإذن الله، ان شاء الله تعجبكم وتعملوا زيها. دلوقتي هنجهز بقى زهرات القرنبيط بتاعتنا النهاردة علشان هنديها ان شاء الله تطلع مجرمشة ولذيذة بإذن الله. انا عملت ايه دلوقتي؟ انا خلطت مجموعة مكونات مع بعضيها، اللي هو ايه اللبراي بتاع زهرات القرنبيط اللي احنا هنحطها فيها، نغمزها فيه وبعد كده نقليها ان شاء الله في الزيت. ده مكون عبارة عن ايه معلقة من اللبن البودرة، مكعب مرق دجاج او لحمة زي ما تحبي، حوالي فنجان او مج مليان مية دوبتهم في بعضيهم، ومعلقة صغيرة توم مفروم، وحوالي 3 بيضات كبار حجمهم كبير،
ورشة شطة، معلقة صغيرة فلفل اسمر، زيهم برضو كمون، زيهم برضو كزبرة، رشة زعتر، طماطمية صغيرة، قرن فلفل حراق صغير خالص. كل ده انا خلطته مع بعض وفرمته كويس خالص على الخلاط. معلقة صغيرة من النشا علشان تخلي الخليط ده لما يتغلف بيه زهرات القرنبيط يبقى مقرمش ان شاء الله باذن الله اثناء الجلي وبعد الجلي. وبرضو رشة صغيرة من بيكنج باودر تساعد في القرمشة بتاعة القرنبيط. ممكن تحطي رشة بيكربونات الصودا بس خلاص يكفي البيكنج باودر. وملح طبعا على حسب ما انتي تحبي تحيجي الخليط بتاعك زي ما انتي عايزة. انا هنا حطيت معلقة كبيرة من الملح او متوسطة، وبعد كده حطيت مفروم من اللي انتوا شايفينه ده اللي هو الشبت مفروم رفيع خالص. فانا حطيت حوالي معلقة صغيرة على الخليط ده، اداله ريحة جميلة جدا وشكل حلو خالص. انا هغلف الزهرات القرنبيط بالخليط اللي انا قلت عليه دلوقتي، وبعد كده هجليها وهوريها لكم ان شاء الله بعد الجلي. معلش سامحوني انا نسيت تحطي الدقيق لحد ما تزودي الدقيق لحد ما يوصل القوام ده زي ما انتم شايفين. هنجليهم ونوريهم لكم ان شاء الله. في نهاية الفيديو بتاعنا خلصنا جلية القرنبيط المقرمش بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين، طالع في منتهى الروعة والحلاوة والجمال والريحة. ما اقول لكمش على الريحة، يعني ما شاء الله عليه. بالهنا يا رب على اللي ياكل منه ان شاء الله واللي يشوفه برضه. زي ما انتم شايفين حلاوة وريحة ملهاش مثيل. وبرضه الكيك بتاعنا النهاردة كيك البرتقال كان سهل وبسيط، وبرضه طلع هش وجميل جدا زي ما انتم شايفين اهو قدامكم. انا قطعت الصينية اهي هشة جدا وجميلة، حطيت منها في الطبق ده علشان اوريهولكم. هشة جدا وجميلة، وريحة البرتقال ملهاش بصراحة يعني مثيل، ريحة جميلة زي ما انتم شايفين قدامكم. ممكن لو عندك اي صوص ممكن تضيفي عليه، ممكن صوص شوكولات، انا عندي فراولة. صوص شوكولات او كراميل او اي صوص انت تحبي تحطيه. ان شاء الله الفيديو بتاعنا باذن الله يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على زر الجرس عشان يوصلكم فيديوهاتي فضلا وليس امرا اكيد. ما تنسوش اللايكات حبايب قلبي في كل مكان. اتمنى لكم كل سعادة يا رب وهنا. ما تنسوش تصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. اسيبكم في رعاية الله وامنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.